فخارة اللحمة بالطريقة التركية حاجة شهية شهية شهية. تعالوا نتفرج كده عليها من جوه. الله، فتحت العيش مستوية قوي سواء الخضار او اللحمة، وحاجة فعلا محترمة. تعالوا نعملها سوا. طاسة حديد الزهر وبدأت انزل فيها قطع اللحمة بتاعتي علشان تاخد صدمة واقدر احتفظ بالسوائل بتاعتها جواها، فتفضل طرية ومستوية في وقت واحد. يعني اللحمة احيانا بتنشف حتى وهي مستوية، لا دي بتستوي وتفضل من جوه طرية وجوسي. الفخارة المحترمة بتاعتنا ونزلت فيها قطع اللحمة وبدأت أرش عليها التوابل، وهتلاقوا كل حاجة في الديسكريبشن. بدأت أتبل كويس واطمن إن جميع التوابل اتغلغلت في قطع اللحمة، ونزلت بالصوص وبدأت أنزل بالخضار. نزلت الأول بالبطاطس وبعدين الجزر، الطماطم، الفلفل الألوان. جبت عصير طماطم ونزلت عليه بمعجون الطماطم وبالتوابل بالمعلقة، وقلبت كل ده كويس قوي قوي مع بعضيه. وبعدين حطيت بصل مفروم وتوم مفروم، هتلاقوا كل حاجة في الديسكريبشن. قلبت كويس قوي وبدأت أتبل كمان الخضروات، البصل والجزر والفلفل الألوان، واطمن ان التوابل دخلت واتغلغلت في كل جزء من القطع بتاعتي. وانزل بعد كده بالصلصة اللي جهزتها معاكم من شوية علشان تدي طعم رهيب ورائع. بورق الفويل وبغطي كل الكلام ده كويس قوي مع بعضيه، واطمن ان مفيش اي مساحة للهواء يدخل. على درجة 200 وسخنت البوتاجاز ربع ساعة، وحطيت الفخارة. على ما تستوي هجهز العجينة اللي هفردها على وش الطاجن. دقيق وملح وزيت زيتون، وقلبت كل دول كويس قوي قوي مع بعضيهم. وبعدين هجيب المية وابدأ احطها على العجين بتاعي. اقلب كويس مرة واتنين وتلاتة لحد ما تاخد شكل مناسب وتلم معايا. افضل اعجن واعجن واعجن، وازود مية لو احتاجت مية، وارجع اعجن والم العجين واعجن والم العجين. اوعي تزهقي، هو كده كده طاجن بيستوي في الفرن. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للي لسه ما اشتركش في القناة عندنا في جوه الحلقة. بكمل العجن بتاعي لحد ما تلم معايا كويس قوي. حطيت شوية مية كمان، وطبعا الموضوع ده هيرجع حسب كل واحدة فيكم وحسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه. انا بستخدم دايما دقيق لكل الاغراض. بدأت العجينة تلم معايا وتبقى تمام، وده احنا بنقرب لكم الكادر اهو. وانا بلم كل الفتافيت دي، نعمة من ربنا ما احبهاش ابدا تترمي. هنقط زيت زيتون في الوعاء بتاعي، وهدعك العجينة في زيت الزيتون وابدأ ألمها بشويش مرة واحدة كده مع بعض، حتة 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 حتة. بدأت تلم كويس معايا وما بتلزقش في ايدي، يعني العجينة تمام وناجحة. هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اخدها اكورها بقى اي شكل، المهم انه يطلع كورة. حتى لو الكورة مش مستوية، قصدي مش كورة قوي، يعني كورة الا ربع كده. لمتها كويس مع بعض، ونجيب القماشة النظيفة بتاعتنا ونغطيها ترتاح ربع ساعة. بعد ربع ساعة شلت القماشة وهنجهز العجينة. فردت دقيق على البوردة ورسمت شكل قلب عشان نسعد نفسنا. حطيت العجين بتاعي وبالنشابة بدأت أفرده على شكل دايرة علشان تبقى على قد وش الفخارة بتاعتي. طبعا أنا هعملها أزيد شوية عشان تنزل على الجوانب، عشان أضمن إن الفخارة تبقى محكمة الغلق، وأضمن كمان إن اللي جواها يستوي وإن العيش ده أو العجينة دي تستوي. فردت 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 من كل اتجاه لحد ما خدت الشكل الدائري، وبقى الشكل الدائري ده مناسب جدا بالنسبة لي علشان أقدر أفرده على الفخارة بتاعتي. بصوا كده معايا، هفرد تاني. يلا نفرد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس. ده شكل العجينة وده سمكها، يعني لا رفيعة ولا تخينة. بعد 2.5 ساعة بطلع الفخارة وبشيل الفويل وبحط مكانه عجينة العيش بتاعي.
هحطها وافردها كويس من الجوانب بحيث تتكبس كويس قوي 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 وما يبقاش اي فراغ موجود لدخول الهواء علشان تستوي كويس. بالشوكة بقى وقلت ادلع المسائل واعمل كده اشكال على طرف العجين علشان بقى العيد والفرحة بتاعت عيد الاضحى. جبت بيضة وبدأت أدهن بيها وش العجين علشان يستوي كويس وياخد اللون الأصفر البني الجميل وتبقى الدنيا آخر لذاذة. وبدأت أرش حبة البركة والسمسم على الوش علشان اللذاذة تبقى أعلى. رجعت الطاجن تاني في الفرن، هياخد حوالي من 20 ل 25 دقيقة تحت و3-4 دقايق تحت الشواية مباشرة، واستوى وطالب الأكيلة. بصوا بقى المنظر رهيب رهابة وجامد جمودية، حاجة عالية وعالمية. بالسكينة وبقطع العجين. تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، نلف 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 ونلف كمان. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا شير لو الوصفة عجبتكم، وإن شاء الله هتبهركم وتبهر ضيوفكم في العيد. افتح يا سمسم. بسم الله ما شاء الله، اللحمة مستوية والخضار مستوي ومش مهري عشان احنا حطيناه بترتيب يسمح له انه يستوي من غير ما يتهري. تعالوا بقى شموا معايا الريحة، والله قلبي يا ناس مش قادرة، عايزة اقفز واكل. هنطلع حتة لحمة ونختبر تسويتها وحتة بطاطس ونختبر تسويتها برضو معاكم. بنقطع بالسكينة. بصوا ما خدتش حاجة في ايدي، يعني هي متقطعة دايبة اساسا، ومن بره متشوحة ومن جوه مستوية وحاجة شهية شهية شهية. تعالوا نختبر البطاطس. بصوا مستوية ومش مهرية، شغل عالي ما يحصلش غير في جوه الحلة ومن دكتور إيمان اللي هو أنا مفخم في نفسي يعني. هقطع حتة العيش وغمس كده بيها الصوص. بصراحة مش هقول لكم، انتوا هتجربوا ويلا ناكل من جوه الحلة.